ليه الذهب النهارده نزل حوالي 70 دولار من 3,430 للأونصة في بداية التعاملات إلى 3,360 يا دوبك في أول 5 6 ساعات، وبعد كده رد تاني عند 3,385. أول حاجة إن ترامب أعلن إن في محادثات بين وزير التجارة الصيني وبين وزير الخزانة الأمريكي في جنيف يوم السبت والحد الجاي فيما يخص الرسوم الجمركية، فطبعا ده معناه على هدوء وتيرة الحرب التجارية. رقم 2، الصين أعلنت إن مشترياتها حتى الآن في شهر مايو هي فقط 2.2 طن من الذهب. طبعا من يوم 1 ليوم 5 كانت الصين أجازة بمناسبة عيد العمال، واشترت بس يوم 6 ويوم 7، وطبعا ده رقم ضئيل جدا وادى إشارة إلى الأسواق إن الصين لغاية دلوقتي مش بتشتري الذهب بكثافة، فده كان ليه تأثير سلبي على سعر الذهب. رقم 3، إن النهارده اجتماع الفيدرالي ولسه الأسواق مسعرة وشايفة إن الفيدرالي هيثبت الفايدة، وبغض النظر ان الفايده هتكون لسه عند 4.5% اللي هي مستوى عالي، الا ان الفيدرالي لو ثبت الفايده معنى كده ان دي رساله صريحه الى العالم ان الفيدرالي جهه مستقله عن تهديدات ترامب، وبالتالي الدولار لازال يحتل الملاذ الامن الاكبر.